أنا كان عندي اختيارين، يا أكمّل في الشرح وأحاول أقنع وأفهّم، يا إمّا أستخدم الحكي، وأنا طبعًا أنتم عارفين أنا استخدمت إيه. تعالوا بقى أحكي لكم عن المَرّة اللي حاولت وقعدت أفكّر كتير جدًا أعمل إيه مع الشباب علشان يغيّروا حاجة معيّنة في الbehavior بتاعهم أو السلوك بتاعهم. في مرّة من المرّات كنت بادرّب شباب، يعني شباب صغيّر من 8 ل14 سَنة على الحكي. بس كان في ديناميكية في المجموعة مش كويسة، وكان في طفل مختلف عنهم ما كانوش عايزين يتعاملوا معاه خالص، فأنا حاولت كتير جدًا إن أنا أدخّل ثقافة الاختلاف في الموضوع، ما فيش. أنا كمان كنت عاملة معاهم تكنيك كده معيّن في فكرة إنه بنعمل عقد كده ما بيننا وما بينهم، وهُم اللي بيحطوا شروط العقد ده. حاولت أدخّل ثقافة الاختلاف في العقد ده، رافضين تمامًا، تمامًا، وأروح وآجي. ما فيش. قُلت خلاص أنا حكواتية، أنا هاستخدم حَكي 100%. ودوّرت على قصة فعلًا ولقيت قصة جميلة جدًا عن ثقافة الاختلاف، وجه اليوم بقى اللي هاحكي فيه الحدوتة. هُم كانوا hyper active جدًا، شباب hyper active وكانوا resistant حتى لبعض الحواديت. المهم الحدوتة دي بقى أنا حكيتها، أنا فاكرة اليوم ده كويس جدًا. الولاد كنتِ تحطّي الإبرة ما تسمعيش صوت، مع إنه ده ما بيحصلش، يعني فكرة إن الأطفال كلّهم يبقوا خصوصًا السن ده، دي حاجة يعني قليلة بتحصل يعني. المهم ففي حالة صمت، الولاد كانوا engage جدًا، جدًا في الstory بشكل كبير جدًا، وأنا بابقى يعني باعرف إذا كان خيالهم بيتبني والّا لأ من عينيهم، فأنا شايفة الحدوتة بتتبني في عينيهم، وشايفة الreflection اللي حاصلة ورا. كمّلت الحدوتة، خلّصت الحدوتة خالص تمام، 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 وسكت وبس. لا اتكلمت معاهم أنتم شفتوا إيه في الحدوتة، ولا إيه الmoral بتاع الحدوتة. حكيت الحدوتة as if إن هي part من التدريب. في التدريب إحنا بنتكلم عن الحكي، فإحنا بنحكي حواديت كل يوم. بس أنا بادرّبهم هُم يحكوا يعني. حكيت الحدوتة وسِبت الموضوع خالص وسكِت. تاني يوم بقى shift في الbehavior. الولد اللي كانش مقبول ده اتقبل، مش في ال100% بس حصل shift في التعامل، في طريقة التعامل، حصل shift instantly يعني. وبعدين فتحت موضوع بقى ما العقد متعلّق ها. ها يا شباب، أحُط ثقافة الاختلاف؟ اتفاق 100%. متهيأ لي ممكن يكون ولد واحد فيهم كان في resistance بس وافق على طول، وما جبتش سيرة الحدوتة. أنا بس سألت السؤال اللي باسأله كل يوم، ممكن نحط ثقافة الاختلاف في العقد؟ وده علّمني طبعًا ده فهّمني قيمة الحكي، ودي كانت من الحاجات المؤثرة جدًا اللي فهّمتني قد إيه الحكي مؤثر وخطير في إن إحنا نوصّل الفكرة أو المعلومة. بس ده كمان فهّمني إنه أنا ممكن أقعد 100 سَنة أخبط راسي في الحيط وأردّها، باحاول أقنع بني آدم بفكرة. أو أقول لابني على حاجة معيّنة، أو عايزة أوصّل لمديري حاجة أنا مؤمنة بيها، عايزة أفهّم زمايلي وجهة نظري. ممكن أقعد أتكلّم من هنا 100 سَنة بعدين علشان أقدر أوصّل فكرة، وممكن أوصّلها بس بمدة أطول جدًا. إيه الحاجة اللي بتأثّر بسرعة جدًا وتوصّل فكرتي من غير ما أبذل مجهود في صيغة جميلة جدًا، مؤثرة جدًا، مرتبطة بينا كبني آدمين؟ هي الحواديت. فالواجب بتاعكم يا حكواتية حضراتكم، حاولوا بدل ما تروحوا تنصحوا ولادكم نصيحة أو تقولوا كلمتين لزمايلكم أو تحاولوا تقنعوا في مديركم وتعملوا 500,000 presentation، حاولوا إن أنتم تصيغوا الفكرة بتاعتكم دي أو الكلمة اللي بتاعتكم دي في صيغة حدوتة. بس نصيحتي حاولوا تخلّوها فيها مشاعر أنتم حاسينها حقيقية، ويا سلام لو تكون قصة مرتبطة بيكم، وقولوا لي الeffect إيه. يا ريت تشاركوني بالكومنتات. أشوفكم المرة الجاية. سلام.